ثانية واحدة. رايح فين يا متر سمير؟ أستاذ نادر عنده موكلة جوه. عنده ايه؟ موكلة جوه. موكلة؟ ده كان هيموت من الوحدة، ده انتوا المفروض تدعوا لي بقى. ربنا يبارك لك يا رب. فعلا والله أنا ما بدأت أقبض غير لما مشكلتك ظهرت. لا ما تقلقش، ده أنا لسه هنغنغك كمان، اوعى. بقى أنت يا نادر عشان تشغل مكتبك تخرب بيتي وبيت أختك؟ مدام نوال، أنت سحبت قضيتك من المكتب عندي؟ أنا لسه ما وكلتوش، أنا جاي أسمع منه بس. بعد إذنكم. اهلا يا متر. اهلا. ايه الدخله دي يا راجل؟ خضتني. اتفضل اقعد. ها خير؟ جاي عايزنا نترافع لك في قضيه تخصك؟ ده انت محامي وعارف لا يجوز ان تكون موكلي وخصمي في ذات الوقت. ايه رايك في ذاتي دي؟ مبسوط أنت ها؟ قوي. فرحان بوقفتك في المحكمة، حتى عايز تقول كلام من بتاع المحامين اللي بيطلعوا في الأفلام والمسلسلات. لا والله ده الجمله دي من عندي فعلا. بقول لك يا نادر، وقفة محكمة ووقفت واتبسطت وعملت اللي انت بتحلم بيه واللي انا نفسي كنت بحلم اشوفك فيه. بيتهيألي بقى احنا اهل نقدر نقعد نحل مشاكلنا مع بعض، واللي يخلص ودي ما يروحش المحكمة. ايه ده؟ سمير جايب ورا؟ طب ليه؟ ما المحكمه احلى. ما يمكن ماما عندها رأي تاني. قصدك ايه؟ لا سمير، انا في البيت الكل في الكل وكلمه كلمتي. وانا عارف ومتأكد كمان. انا عشت معاكوا سنين في البيت، عارف كويس قوي مين الكل في الكل ومين اللي الكلمة كلمته في البيت. فكر كويس يا نادر، فكر وما تاخدش رأي حد ورد عليا. طب اتفضل انت على مكتبك عشان عندي شغل كتير دلوقتي. هما اتنين اللي قاعدين بره. ايوه ماما. قالت لك ايه؟ لا دي قضية سهلة وكده كده هكسبها يعني. ايه يا زوزو الشطارة دي؟ درجاتك حلوة قوي. I'm so proud of you. كلمي لي بابا بقى عشان اقول له. بابي اكيد مشغول دلوقتي في الشغل، مش هينفع بقى نكلمه ونعطله. دقيقة واحدة بس، دقيقة مش هتأخر. انت عايزة تهربي من المذاكرة بتاعتك صح؟ انا عارفة الحركات دي كويس. لا يا حبيبتي، عندنا هوم ورك كتير لازم نعمله. يلا افتحي الهوم ورك. هيا يا ميرفت، فكرتي في الطلبات اللي هنطلبها من المخفي طليقة بكرة؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ زوزو خدي يا حبيبتي الهوم ورك بتاعك وخشي اعمليه في الأوضة. قلب تيتا يا ناس، روحي. يا ماما قلت لك 100 مرة بلاش نتكلم في الحاجات دي قدام زينة عشان خاطري. هو احنا هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ ما هي كده كده هتعرف. معلش، لحد ما انا اعرف هقول لها ازاي وامتى. طيب بصي بقى، انا المؤخر اللي مكتوب في القسيمه بتاعتك مش عاجبني. احنا كلفتنا في الجوازه دي اكيد انت فاكره، عشان كده بقى احنا لازم نضغط عليه اكتر من كده. انا مش عايزه منه اي حاجه اصلا. نعم، بعد ما جالنا برجليه؟ يعني هو يخش بيوت الناس وياخد بنتهم ويبهدلها ونسيبه يمشي كده؟ ابدا، لازم ادفعه الثمن. ماما انا كل اللي انا عايزاه مصاريف مدرسه زينه والحاجات اللي هي محتاجاها بس. طب وحقوقك؟ بقول لك ايه، انت بنت خايبه وانا عارفاكي، سيبيني بقى انا اتصرف. حاضر يا ماما، اعملي اللي حضرتك شايفاه صح. حلو كده. بقول لك ايه صحيح، الكيس بتاعت الهدوم اللي كانت على باب الشقه راحت فين؟ خليت نادر اخوك يبص عليها، لو عجبته حاجه ياخدها والباقي يتصرف فيهم. بس انا بقى متاكده انه خدهم كلهم وهو تفس.